السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. وحشتني تعليقاتكم الحلوه اللي انا بحبها. النهارده بقى مش هعمل طبيخ ومش هعمل حاجه، لا. بقالي فتره كده بجدد في الشقه عندي، عملت الحمام بس لسه ما نزلتوش. عملت الكوفي كورنر. جبت ركنه جديده بس ما صورتهاش. فانا على قد ما اقدر اللي انا بحاول اعمله بصوره لكم. فالنهارده قررت بقى ان انا اعمل المطبخ، اغير مطبخ بقى. انا كان عندي مطبخ قلموتان، بس كان 140 صغير، فحبيت ان انا اجيب حاجه اكبر. فللاسف جبت خشب. ندمت فعلا ان جبت خشب، لانه مش حلو ومش عملي، ما بحبش الخشب. القلموتان احسن وسهل في التنظيف والتعامل عن اللي انا جبته، لان النوع اللي انا جبته اونلاين المطبخ 4 قطع. فندمت الخشب مش كويس ورديء شويه، فعشان كده رجعت تاني للقلموتان. فبدل ما اجيب 4 قطع انا جبت 3 قطع بس. فلقيت ال3 قطع اكتر احسن وعملي وحاجه نضيفه جدا. تعالوا اوريكم مطبخي الاساسي قبل ما هروح ادخل الجديد. يلا بينا حبايبي. بصوا اهو، هو كبير على الفاضي وهجمه وخشبه. حتى في تنظيف لما بنضفه الدهان بتاعه بيطلع مش كويس، مش من النوع الثابت. بصوا هو كبير، وكنت بحلم بواحد كبير وكله، بس ضخم ضخم جدا، مش عملي. بصوا ده الجزء اللي تحت اهو. بصوا لما حاولت ان انا انضفه، بصوا خربش معايا ازاي. عشان كده حبيت اغيره لانه مش عملي حتى في تنظيفه. دي قطعتين، اللي فوق ودي اللي تحت. وادي هنا دي المطبقيه اهي، ضخمه وكبيره ومش حباها، فما حبيتش اجيب واحده مطبقيه. تعالوا اوريكم دولاب الخزين. بصوا حبايبي اهو، دولاب الخزين 3 ظرف. فانا جايباه من شهر واحد، بس 8 شهور، فما حبيتش ان انا اكمل بيه. قلت لا هغيره، حتى ما شلتش حاجات بيت رمضان اللي عليه. فتعالى اوريكم بقى، انا جبت واحد جديد ممتاز وكويس جدا. يلا اوريكم. بص حبايبي، ادي الكوفي كورنر اللي عامله معاكم اهو. ده مطبخي كله. تعالوا بقى اوريكم، انا حبيت اوريكم. بصوا ادي كده اهو، ده كده قبل، وهنخش على بعد. وده الديب فريزر اهوت، غسالة الاطباق، دي الستاره، وعامل ميكرويف. تعالوا اوريكم بقى المطبخ نفسه الجديد عامل ازاي. وادي حبايب قلبي، بصوا بقى الفرق ما بين ده وده اهو. ده الدولاب الخزين، بصوا ده من جوه اهو، مش باين قوي عشان الاضاءه اهو. كده فتحت لكم الفلاش. بصوا حبايبي، ده من جوه، بصوا جامد. ده الدرج بتاعه، ودي الضرفه التانية اهو. بصوا نضيف جدا وخامته كويسه اهو يا حبايبي، عموله اهو. بصوا ده الدولاب الخزين الكبير، ده القطعتين التانيين اهو. بصوا ده 1.60 متر، والدولاب بنص متر. بص من جوه، ده هنا الاضاءه بتاعته بس لسه مركبتش. وادي هنا بصوا كبير وعملي، وهيلم لي حاجات برضه كويسه كتير.
التاني طويل جدا لفوق، فبضطر اقف على كراسي عشان اطوله. فده عملي اكتر لان انا واخده على الحجم ده بصراحه. بصوا اللي تحت، بصوا كبير بس عايز يتمسح من النقل والحاجات ديت اهو. بصوا تحفه بصراحه، شكله جميل جدا، يتحط فيه ديكورات وحاجات اهو. هطلع بقى اللي جوه وهدخل ده وهرتبه معاكم واحده واحده ونشوف تنظيمه ازاي يا حبايبي. يلا بينا. وادي حبايب قلبي بصوا المنظر. طلعت الديفريزر وطلعت اللي تحت بتاعت المطبخ، قطعة المطبخ اللي تحت. والورق ده بصوا انا بشيله، بصوا لي زي في الارض من بدل الدنيا. بشيله، ده الجزء دوت اللي تحت. هخلي بس اللي على قد اللي فوق، والجزء اللي تحت ده كده انا لميته عشان يبقى على قد الترابيزه بس. هكمل بقى، انا هصب من الحيطه بصوا منسخ ازاي، والارضيه بصوا مكان الديفريزر ده كان من ورا. هصبن بقى الفرشه وهلمع واغسل الحيطان، وهنزل بقى الجزء اللي فوق دوت لسه منزلش طبعا اهو. هشيل الكرسي، هنعلق التانية وهنبدأ بقى نشوف. بس هو في لسه في كركبات، حبة كركبات هنا. انا بدأت بالبلكونة اهي، بس لسه برضه فيها كركبة لسه مش النهائي، انا برتب لسه اهو. هنا كركبة بقى جوه فظيعة، كمية حاجات عندي جامدة طلعتها من الظرف وهبدأ ارتب. بصوا بقى. حاجة في حاجة هنبدأ، يلا بينا. هصبن وهخلص وهركب الضلف، هدخل المطبخ وارص في الحاجة هوريها لكم. وادي حبايب قلبي بعد ما مسحت وغسلت الحاجة والأرضية دخلته بصوا اهو معاكم. حطيت هنا الدولاب الخزين، بصوا ما شاء الله جميل تبارك الله عامل ازاي. بصوا ادي المطبخ من تحت اهو، اهو ده من فوق. بص حبايبي وهنا ده المشترك لللمبه الليدي بتاعته اللي فوق ديت، واللود الصغير التاني لسه هركبه دلوقتي. هنفرش بقى وهنركب الديكورات وهنحط الحاجات بتاعته وهنملاه من جوه. يلا بينا حبايبي. ادي يا حبايبي بدات اهوت اجيب الحاجه دي، الحلوه بتاعتي اهي. بصوا دي كده المفارش، هنطلع من فوق. بصوا ده محضر الطعام بلوازمه كله فوق. هنا كده برضو هرص الحلل، هشوف كده الحلل هنا هتيجي ولا لا. دي الجرانيت والسيراميك، شوف كده الكبيرة. اشوف. هظبطهم واوريهم لكم. بصوا بقى يا حبايبي، ما نجوش تحت فالجزء اللي فوق اكبر شويه. حطيت الحله اللي فوق الكبيره اللي مقفوله لسه، ده محضر الطعام بحاجته كلها اهي يا حبايبي. تاني رف. يلا نخش على الصغيرين. ادي يا جماعه بصوا بدات ابص اهو في الدولاب، بس لسه برضه مش الاخير، لسه بكمل بقيه الزيوت والحاجه اهيت، والرز والدقيق والسكر. وهنا برضو التوابل والشوربه والتونه بتاعت ولادي والشاي. لسه برضه هشوف كده ايه حاجات اخيره هكملها، ولسه الكركبه برضه. هخلص بعد ما افرش وهوريها لكم. واخيرا حبايب قلبي خلصت المطبخ، خد مني يومين تعب وشقه بقى، حاجه ما اقولكوش من الاخر. انا كده على باب المطبخ اهي، دي الستاره كده. انا داخله لكم على بقى اضاءه الليد والمطبخ. بصوا فوق ورموت الليد تحت. يلا بقى نور النور ونخش على النور. اهو معانا اهو كده، سموا الله بقى وبرجلكم اليمين، خشوا شوفوا الجمال. ايه رايكم؟ قولي بقى رايكم قبل ولا بعد ولا الاول ولا ايه النظام. بصوا كده بوتاجاز اهو.
يلا بقى نبدأ فيه حتة حتة اوريكم نظامنا ازاي. انا بدأت من البلكونة، رتبتها وشلت الثوم وظبطت البصل والحاجات كلها اهي. ده التربو وريتهولكوا برضه قبل كده. نبدأ من هنا كده اهو. ده البسكوت الشوفاني اللي انا بعمله بتاعي، ده البسكوت بالشوكولاتة بتاع ولادي. الكاتل اهي. طبعا احنا دخلنا جوه هنا وعرفنا القهوة والشايات والحاجات من الفيديو بتاع الكوفي كورنر. رأيكم؟ بصوا بقى الساعة، الشباك. يلا بقى نخش جوه نشوف ايه اللي فيها. بسم الله. بصوا بقى هنا، دي البلاستيكات الحاجات الكبيرة اللي دايما مش بستعملها. هنا دول بتوع التلاجة اللي بيخشوا في الرف من فوق، لليمون لقوطة لأي حاجات خفيفة أنا بحطها لو ما عنديش مساحة. دي السلطانيات اهي، ووراها برضو في سلطانيات تانية والطاجن اهي. دي هنا اطباق ازاز اهي، وده بقية طقم الملاميم. على قد ما قدرت بقى بحاول ايه اهو كده. دي بقى الحلل السيراميك، بقيتها دي المقفولة وفي اللي مفتوح بس مش بستعمله كبير عندي. ده محضر الطعام بالعلب بتاعته بحاجته كلها اهي. ودي علبة البيت حطيتها هنا عشان ما بقاش ليها مكان عندي على الديفريزر، انا شلته خرجته من المطبخ خالص. تعالوا هنا بقى بصوا، دي الاطباق ودي الكاسات والكوبايات. كاسات الطاولة ورا والكيس الصغيرة قدام، ودي نظام الاطباق. يا حبايبي دي حاجات التركي. هنا بقى على الرخامة، يلا بينا نشوف. ده طقم التوزيع بتاعنا مليان. هنا انا غيرت المنظم عشان جبته اكبر شوية. هنا اهو يا حبايبي، ده خلي التفاح، وده زيت الزيتون، وده الزيت العادي، واللي ورا الخل الابيض والملح المخلط ده. ودي بقى الصواني اللي انا بستعملها في التقديم. ده طقم التوزيع. ده الكرسي. يلا بقى نشوف الدروب. بصوا على قد ما قدرت بقى منظماها يا حبايبي اهي. بصوا تحتيها حاجة البيتزا والقطعات والحاجات دي اهيت، والمقص والحاجات دي حطاها اهي. دي الحاجات اللي انا بستعملها. في حاجات تانية بس انا شايلاها في التربو. ده دول معانا الحاجات اللي الكبيرة، المعايير هنا كذا نوع. ده عشان السيراميك والجرانيت ما يتفتحش بستعمل بيهم. ده سيليكون. وديت هنا المعايير، حاجات كتير لما لي حاجات كتير من تحت، والمسكات والحاجات بتاعه التحمير. وادي هنا حبايبي اهو. بصوا دي الحاجات اللي انا بستعملها الخفيفه، الباقي شايلاه. الصاج والسيراميك وفي الجرانيت اهي. دي بتاع الكب كيك والكيكات، الحاجات اللي انا بستعملها. ودي الطاسات الصغيره الكبيره انا شايلاها عشان المساحه هنا معانا. وهنا برضو انا حاطه في حاجات تحت. تعالوا هنا برضو اهو. بصوا تحت هنا دي الصواني، دي البلاستيكات اهي. دي الحاجات اللي هي بتاعت البصات والحاجات اللي بغسل فيها، الفاكهه والحاجات ديت اهي. كلها حطاها مع بعضها مجمعاها في بعض. يلا بقى نخش على الاستاذ الكبير ده اهو معانا. بصوا كده، دي الحاجات الصغيره. ورا كده اهي المكرونات والرز والشعريه، وده الفول اللي بدمسه اهي. حاجات الطاوله قدام الصغيره ورا، دي المكرونه السباكيتي. تحت هنا بقى اهي، ده الشاي انا بجيب 4 كيلو، بحط جزء في العلبه وبحط هنا بقيتها. وديت العلب بتاعت التوابل اهيت. دي خشنه لما بيخلص اللي عندي المطحون باخد منها واطحن. هنا بقى الحاجات الصغيره، ده الملح المخلط، ده الكاستر بتاع ولادي.
اهوت. ده هنا ده حاجه اللي اسمها الباودر بتاع الجيم بتاع ولادي برضو. ده البسكوت، استنوا اشوفكم. بصوا، ده البسكوت اللي هو عملته معاكم من الدايجستيف. جميل جدا. ده باكله انا عشان الرجيم. ده الشيبسي. يلا بينا نخش الدرج. بصوا هنا بقى، دي بقى الحاجات الصغيره، شوربه الفراخ، شوربه اللحمه. هنا ديت الحبهان والمستكه والحاجات ديت في قلبيها مع جوز الطيب. استنى كده احاول افتحها لكم. لمها فيها بصوا اهي، جوز الطيب والحبهان. وديت اهي دي من السكه. دي بقى ورق اللورا. دي بقى الحاجات اللي هي الصغيره، بحط في اكياس، بس دي الحاجات الصغيره اللي انا بشيلها اهي. بواقي الفنكوش، الفشار، الذره، الحاجات دي كلها في بصوا البهارات برضو، ده لسه هفضيهم اهو. ده بتاع ولادي التونه. يلا بقى ننزل على تحت في الضرب اهو. بصوا ده الزيت. ده باسكت كبير انا جايباه، لما بفضي انا بفضي في الصغيرين دول. بصوا ده الرز، الدقيق، السكر، ده الملح. بشيل هنا برضو الملح الابيض. هنا ده الشوفان اللي انا بعمل لكم منه الاكلات والحاجات الوصفات. وده هنا بقيه الرز والسكر الزياده بحطهم هنا، لان انا بجيب بالشهر، فبحطهم هنا عشان العلبه دي بتصونهم وما ببهدلش الظرف. في الاولاني برضو انا كنت بعمل كده اهو يا حبايبي. ادي هنا الميكرويف، دي الرخامه على الصينيه الصغيره دي اغلب الوقت عشان بقدم حاجات 3 كوبايات بس بحط فيها اهو. الحوض الصفايه اللي بصفي فيها اي حاجه، وممكن اغسل فيها فاكهه. جميله جدا، ليمون او اي فاكهه بغسلها اهي. ده غسالة الاطباق، دي ستارة الحوض اللي عملتها مع حبايبي. فوق بقى في مشكله، انا ليه غيرت المطبخ ومحبش الخشب وكده. بصوا بقى المشكله اللي فوق دي، الكارثه اللي انا عملت عشانها الحاجات دي. اللي فوق ده حروق، السيراميك وكله كان محروق وكان اسود بالمنظر ده، بس ده مش عايز يطلع، انا غسلته. الخشب حصل قفله عندي، فلقيت الخشب بتاع المطبقيه كانت هنا خشب، فلقيت ان هو مسكت فيها وولعت الظهر من ورا وكان شكلها صعب. فانا قلت مش هحط حاجه تاني، لا خشب ولا قلم تاني. فانا حطيت دي مؤقتا لغايه ما اجيب واحده كبيره ستانلس، دي اللي كانت في قلب القديمه، فحطيت فيها لحد ما اجيب واحده كبيره ستانلس. فمؤقتا كده حبايبي كوبايات والحاجه اهي. جوله صغنونه مش كبيره لان المطبخ مش كبير اهو. ايه رايكم؟ ده بوتاجازي بقاله معايا حوالي 15 سنه فبصوا عامل ازاي، محافظه عليه على قد ما اقدر. ايه رايكم حبايبي؟ ده بقى هناك التابع بتاع البصل والثوم والحاجات ديت والبطاطس معلقه فوق برضو. يا رب يكون عجبكم الجوله ديت. هنا بقى انا كنت حاطه الباسكت، فانا شيلته. بصوا دي المواعين والحاجات اللي مركونه عندي بقالها فتره اهي، ما بستعملهاش لاني بستسهل السيراميك والحاجات اللي عندي. انا حطاها هنا وقت ما بعوز بطلع منها، لانها قصادي وقصادي على ايدي على طول. ده التربو، دي صينيه التقديم انا عاملاها بحطها كده الاولاد يحطوا عليها عشان ما تدلقش حاجه عليها اهي حبايبي كده. يلا ايه رايكم بقى في جوله جميله سريعه كده؟ ولا الاول ادوني رايكم، قولوا له ايه رايكم كده اهو يا حبايبي. حاجه كده بقى ايه، فاخر من الاخر يا معلم، ده اللي قلنا عليه كده بقى، نقول فاخر من الاخر يا معلم. ادي الستاره اهي، دي الستاره بتاعت المطبخ انا حطيتها برده معاكم، كنت جايبه فوق مشتريات قبل كده. بصوا جميله جدا اهو. بصوا من جوه ده شكلها اهي. قولوا ايه رايكم في التعليقات يا حبايبي وكده، ولا الاول وايه النظام. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا باي ترتيب او اي نظام منه.
ومتنسوش اللايك والاشتراك في قناة سلازار ومامة سلازار. حبايب قلبي تعليقاتكم الجميلة.